أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناة أفكار النجوم للمسلسلات. بهذا الفيديو رح أخبركم عن المسلسلات الجديدة التي تعرض حاليا. وقبل ما نبلش، لو أول مرة بتتابعوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مسلسل غرفة لشخصين. تدور قصة المسلسل حول حلم نيلوفار التي فقدت والديها في سن صغيرة، وهو العمل في فندق لوتيسيا الذي أسسه والدها. والفندق بالنسبة لنيلوفار يمثل بالنسبة إليها أكثر من مجرد مكان للعمل، بل هو رمز للحب والدفء العائلي الذي غاب عنها طويلا. يعود كان أحد ورثة الفندق للانتقام من الفندق الذي حكمته أخته غير الشقيقة سيزيل لسنوات عديدة، ولكن لقاءه المفاجئ بنيلوفر يقلب موازين خطته، ويبدأ كلاهما رحلة مشاعر معقدة تتراوح بين الغضب والشك والانجذاب، لتتشابك الأحداث في قالب درامي مليء بالتوتر والرومانسية. مسلسل أبواب القدر. ينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية النفسية التي تعالج العلاقات الإنسانية من زوايا متعددة، بدءًا من صراعات العائلة، مرورًا بالخيانة والغضب والغفران، ووصولاً إلى المصير الذي لا يمكن الهروب منه مهما حاولت الشخصيات. تميز الموسم الأول من العمل بتقديم حبكة درامية قوية وعلاقات معقدة بين الشخصيات، مع أداء تمثيلي متمكن وموسيقى تصويرية مؤثرة أضفت على المشاهد طابعًا عاطفيًا راسخًا. وفي الموسم الثاني تنتقل القصة إلى مرحلة جديدة أكثر تصاعدًا، إذ تتعمق الخلافات بين الشخصيات الرئيسية وتكشف العديد من الأسرار التي ظلت غامضة في الموسم الأول، ويركز على صراعات الماضي وآثارها النفسية، حيث يحاول كل من إيرين ونازلي تجاوز الجراح القديمة التي لا تزال تنزف، بينما تظهر شخصيات جديدة تهدد استقرار ما تبقى من العلاقات القديمة. مسلسل الزوجة الأخرى. نوع مسلسل الزوجة الأخرى إثارة دراما عائلي. وفور عرض الحلقة الأولى من المسلسل، والذي يعرف أيضا باسم الضرة، وتصدر المسلسل محرك البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، ولاقى العديد من ردود الأفعال من قبل عشاق المسلسلات التركية. وهي قصة درامية مشحونة بالعاطفة والتشويق، حيث تتهم جيلان ظلما بجريمة قتل، لتجد نفسها فجأة محاصرة بين أصفاد القانون وقيود التقاليد. بعد اتهامها في مقتل شقيق الرجل الذي تحبه، تجبر جيلان على الزواج منه في دور الضرة الزوجة الثانية، حفاظا على شرف العائلة، لتتحول من امرأة مطاردة إلى أسيرة زواج مفروض. بين ألم الاتهام الذي لم ترتكبه ومحاولاتها المستميتة لكسب ثقة كاران زوجها الجديد وشقيق الضحية، تبدأ جيلان في حياكة خيوط معركتها الشخصية، مدفوعة بإصرار على إثبات براءتها واستعادة كرامتها، وربما قلب كاران نفسه. مسلسل السعادة العائلية. نوع مسلسل السعادة العائلية إثارة دراما عائلي. استطاع المسلسل أن يخطف الأنظار منذ اللحظات الأولى لعرضه، ليصبح حديث الجمهور ومواقع التواصل، ويأتي ضمن قائمة المسلسلات الصيفية المنتظرة، ويمتاز بأجواءه الكوميدية الدافئة التي تعيد إلى الشاشة لمسة من الحنين للأعمال العائلية التي غابت طويلا. وتدور قصة المسلسل حول 3 عائلات لا تجمعهما أي صلة في الظاهر، لكن ظروف غير متوقعة تجمعهم تحت سقف واحد في قصر قديم عمره 100 عام، ويحمل كل فرد منهم جراح الماضي وهمومه، لكن الحياة المشتركة تعلمهم كيف يداوون آلامهم ويعيدون اكتشاف معنى العائلة الحقيقية. مسلسل القبعة السوداء. نوع مسلسل القبعة السوداء إثارة حربي دراما، وهو مسلسل تلفزيوني فريد من نوعه، يتمحور بالكامل حول دبابة عسكرية. ولم يقتصر المسلسل على كونه مجرد عمل درامي، بل تحول إلى ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادات جماهيرية ونقدية واسعة، وسط مطالبات ملحة بإنتاج موسم ثاني. وهو ما يعكس النجاح الباهر الذي حققه هذه الفكرة الجريئة
وغير المألوفة في عالم الإنتاج الفني. يأخذنا المسلسل في رحلة مثيرة إلى قلب عملية استنشاق الشجاع، وتدور أحداث العمل حول طاقم دبابات تركي مكون من 4 رجال يكلفون بمهمة خاصة في عمق الأراضي المعادية، وأثناء عودتهم من المهمة ينفجر الجسر الوحيد الذي يربطهم بالقوات الصديقة، ليجدوا أنفسهم محاصرين في وضع حرج داخل أراضي معادية معزولين تماما عن الدعم. وتتصاعد حدة التوتر والدراما عندما يقترح الرقيب الأول محمد تدمير الدبابة والانسحاب جواً لإنقاذ الأرواح، لكن هذا الاقتراح يواجه رفضاً قاطعاً من قبل الرقيب، وهو الذي يكون في أولى مهامه الميدانية ويرفض التخلي عن دبابته التي يعتبرها جزءاً من كيانه. وتبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد الأبطال ال4 أنفسهم مضطرين للعودة إلى القوات الخاصة بالمحاربين متحدين كل الظروف الصعبة التي تواجههم، ويعانون من نقص حاد في الذخيرة والوقود، ويفتقرون إلى أي دعم جوي أو بري، فيجعل المهمة شبه مستحيلة. ويجسد المسلسل صراع البقاء والإرادة الصلبة والروابط العميقة التي تتشكل بين الجنود في أشد الأوقات صعوبة. مسلسل الصدى اليد الخفية. إيراي وهو مدير في البنك ذكي وطموح تمكن من تسلق السلم الوظيفي على الرغم من أنه جاء من عائلة فقيرة ونشأ بدون أب. يحرم إيرام المدير المصرفي المرموق من ترقية طال انتظارها ليجد نفسه أمام معضلة أخلاقية حادة يتأرجح بين خيارين: إما التمسك بنزاهته والرضا بمكانته الحالية، أو السعي لتحقيق طموحاته بطرق ملتوية قد تمنحه المنصب المنشود. يتناول المسلسل الاختلاس البنكي الذي حدث في الفترة التي سبقت أزمة 2001، ويعكس الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلك الفترة. المسلسل سيكون جريء في مناقشة التلاعب بالسوق وعمليات الثروة والآليات المستخدمة لهذا الغرض. المسلسل مكون من 10 حلقات. وهلأ وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تخبروني أي أكتر مسلسل حبيتوه وعم تتابعوه حاليا وبتوصوا المشاهدين إنه يتابعوه. وشكرا للمشاهدة واستنوني في فيديو جديد.